في الوقت اللي بنتكلم فيه ده في ملايين الأشخاص حاطين فلوسهم وراحة بالهم واستقرار بيوتهم على طريق ضياع بدوسة زرار واحدة من شاشة موبايلهم، وهما فاكرين وموهومين إنه على بعد ثانية واحدة بس من الغنى السريع اللي هيغير حياتهم. الموضوع ما بقاش مجرد فكرة بعيدة أو عالم غريب بنسمع عنه، الموضوع اتحول لوحش مستخبي بيسحب بحرفية جوه كل بيت وبيستهدف الشباب تحديدا. دخلوا في المصيدة دي في الأول على إنها مجرد تسلية وتضييع وقت وفلوس سهلة، لحد ما صحي في يوم على الكابوس ولقوا نفسهم غرقانين في ديون ومشاكل ملهاش أول من آخر. سهولة الموضوع دلوقتي هي أساس الخدعة وأخطر ما فيه. زمان عشان الشخص يخش في موضوع القمار كان محتاج يحجز تذاكر ويسافر لمدينة زي لاس فيجاس أو يدور على مكان مخصص وسري عشان يمارس النشاط ده. لكن دلوقتي الكازينو كله بقى موجود جوه جيب كل واحد فينا. عشان نفهم الفكرة دي اتصممت واتطبقت ازاي أصلا لازم نرجع بالزمن للبداية اللي كان من أكتر من 4000 سنة في حواري وشوارع الصين القديمة، لما لقوا أطباق خشبية وعظام حيوانات منحوتة أثبتت إن البداية كانت بألعاب ظهر بدائية جدا كان الناس بيراهنوا فيها على محاصيلهم وممتلكاتهم. لما حكام الصين بقى زمان واجهوا أزمة مالية ضخمة واحتاجوا يمولوا بناء سور الصين العظيم عشان يحموا الحدود بتاعتهم، اخترعوا لعبة يناصيب بدائية وسماها الناس ساعتها اليمام الأبيض، لأن هم كانوا بيستخدموا الحمام الزاجل عشان ينقلوا نتائج القرعة للمدن البعيدة. كان الشعب بيجري يشتري التذاكر دي بشغف على أمل المكسب الخيالي والتغيير السريع، لكن في الحقيقة وفي الواقع هم كانوا بيبنوا السور العظيم من جيبهم بفلوس الوهم اللي بيطردوه. ومن الصين اتنقل الشغف ده للفراعنة اللي ظهرت في مقابرهم نرد وألعاب طاولة، والرومان اللي كانت حلبات المصارعة عندهم قائمة على المراهنة. أما القفزة التنظيمية الكبيرة فكانت في القرن ال17 في إيطاليا، وتحديداً في قلب مدينة فينيسيا، لما الحكومة قررت تستغل الموضوع وتستفيد منه. فتحت أول صالة قمار رسمية في العالم سنة 1638 وكان اسمها ريدوتو، واللي معناها باللغة الإيطالية المكان المنعزل أو البيت الصغير. ومن الكلمة الإيطالية للبيوت الصغيرة دي اتولدت كلمة كازينو اللي بنستخدمها لحد النهارده. وفضلت الفكرة تتطور عبر القارات لحد ما وصلنا للقرن العشرين، لما تحولت صحراء نيفادا الجافة والمهجورة لأشهر مدينة أضواء في العالم، لاس فيجاس، المدينة اللي ما اتبنتش بالصدفة. المدينة دي اتبنتها عصابات المافيا العالمية ورجال العصابات زي بوكسي سيجل، ودخلت بيها مرحلة السيطرة النفسية الحديثة. تصميم الصالات من غير شبابيك ومن غير ساعات حائط عشان الزبون ينسى الوقت، والأضواء المبهرة والأصوات المنتظمة اللي بتفصل العقل عن الواقع. سر الخدعة النفسية دي كلها بيعتمد على مفهوم علمي خطير اسمه وهم قرب الفوز. يعني ايه بقى؟ لما تيجي تقعد تلعب على مكنة الحظ وتلف البكرة كده وتظهر التفاحة الأولى والتانية، التالتة بقى تظهر فوق السطر بنص سنتيمتر بس، العقل ما بيسجلش دي على إنها خسارة، المخ بيترجم ده فورا وبشكل تلقائي على إن الفوز كان قريب، وبالتالي بيفرز كميات كبيرة جدا من دوبامين هرمون السعادة، وإحساس المكافأة بيخلي الشخص يصر إن هو يجرب تاني وتالت، لأنه حاسس إن هو خلاص إن المرة الجاية هي اللي فيها الضربة الكبيرة. وهنا بتيجي قصة واقعية للمترجم الياباني إبهي ميزوهارا، الصديق المقرب والمترجم الشخصي لأغلى وأشهر لاعب بيسبول في العالم شوهي أوتاني. إبهي ما كانش مجرد مترجم، ده كان ظل اللاعب وأقرب شخص لأسراره ومالياته. القصة بدأت لما إبهي جري ورا مراهنات رياضية بسيطة جدا وسهلة من الموبايل مع بوكر غير قانوني. في الأول كانت تسلية بأرقام صغيرة، ولما ابتدى يخسر أول مبالغ وقع في الفخ الكبير، دوامة محاولة تعويض الخسارة. بقى يراهن بمبالغ أكبر عشان يسترد اللي خسر، وكل ما يخسر أكتر يراهن بأرقام أضخم. الموضوع اتطور معاه بشكل مرعب وتدريجي، ومن كتر الضغط والديون بدأ يستغل صلاحياته ويوصل لحسابات صاحبه وتاني البنكية، وسرق منها على فترات متفرقة أكتر من 16 مليون دولار. القصة طبعا انتهت بكارثة كبيرة كشفتها السلطات الفيدرالية في أمريكا ودمرت حياته ومستقبله وسمعته بالكامل، وتحول من مترجم لواحد من أشهر نجوم العالم لسجين مستني عقوبة سنوات طويلة ورا القضبان. الربط بقى في عصرنا الحالي بقى أسهل بكتير، لأن التدريب النفسي والتطويع السلوكي بيتم ممارسته علينا من بدري، بداية من التطبيقات والألعاب الإلكترونية اللي فيها نظام صناديق الحظ الأطفال والشباب بيشتروها برصيد عشان يفتحوا صندوق مش عارفين جواه إيه، لحد الخوارزميات اللي بتعود المخ وتبرمجه من الصفر على فكرة المكافأة السريعة والعشوائية. وده تطبيق مباشر وعملي للتجربة المشهورة اللي عملها عالم النفس سكينر،
لما حط حمامة في قفص فيه زرار، لما الطائر يدوس على الزرار كان الأكل بينزل بشكل عشوائي ومش منتظم. النتيجة إن الطائر جاله نوع من أنواع الهوس، بقى يدوس على الزرار آلاف المرات في اليوم من غير ما يوقف، على أمل إن الدوسة الجاية هي اللي تنزل الأكل. مصممين التطبيقات الحديثة بقى خدوا نفس التجربة دي بالظبط وطبقوها. هم ما بقوش محتاجين يجيبوا الناس للكازينو، هم حولوا شاشة الموبايل نفسه الكازينو مصغر في جيبك، بيبعت لك إشعارات ذكية وبونص مجاني في أوقات معينة عشان يرجع المستخدم يسيب اللي في إيده ويدخل جوه اللعبة تاني. والتطور الخبيث والحديث دلوقتي ظهر بوضوح في أمريكا والدول المتقدمة من خلال شركتين كبار جدا ومشهورين، منصة كالشي ومنصة بولي ماركت. الشركتين دول بالذات أذكياء جدا، ما بيقولوش على نفسهم منصات قمار خالص، هم بيسموا نفسهم بكل شياكة كده ودبلوماسية منصات توقعات الأحداث، وبتستغل ثغرات قانونية معقدة عشان تقنع الناس والمستثمرين ان ده نوع من الاستثمار في المستقبل. والتوقعات دي مش قمار. المنصات دي بتشتغل بنفس نظام البورصه، بتخلي المراهنين يراهنوا ضد بعض مباشره، والشركه واقفه في النص ما بتخسرش حاجه، بتكتفي باخذ العمولات على كل عمليه وتتفرج بقى على الناس وهي بتاكل في بعضها. الرهان على المنصات دي ما بقاش على كورة أو على نرد، الرهان بقى على كل تفصيلة في السياسة والمستقبل والكون. يعني أنت ممكن تتخيل كده إن الأسئلة اللي بتتحط بتوصل لهل البنك الفيدرالي الأمريكي هيخفض الفايدة السنوية المرة الجاية ولا لأ، ولا مين اللي هيبقى الفايز في انتخابات الرئاسة القادمة، هل هيحصل زلزال بدرجة معينة في منطقة معينة من العالم خلال الشهر ده، أو هو على سبيل المثال هل في رئيس دولة معينة هيتم الإطاحة بيه أو اغتياله. من هنا بقى هنسأل السؤال الأخير ده عشان نعرف قمة الفساد وصلت لفين في أبليكيشنات المؤامرات. لما أطلق دونالد ترامب تصريحات حادة ضد رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، المنصات دي فتحت رهان فورا. هل هيتم الإطاحة برئيس فنزويلا قبل نهاية السنة؟ الغريب والمريب إن في حسابات غامضة حطت مئات الآلاف من الدولارات فجأة على اختيار نعم، واتكشف بعد كده بعد تحقيقات ان اللي راهنوا بالمبالغ الضخمه دي كانوا ناس عندهم معلومات داخليه سريه وظباط وسياسيين عارفين القرارات المسبقه والتحركات العسكريه، فدخلوا بكل بساطه يراهنوا بحجم كبير وكسبوا ملايين على حساب المراهنين العاديين اللي فاكرينها مجرد لعبه حظ. المنصات دي بكل بساطه حولت الكوارث البشريه والحروب والقرارات السياسيه المصيريه لألعاب مراهنات وقمار، وده غير دخول المراهنات المالية العنيفة في سوق الأسهم والعملات الرقمية عن طريق ما يسمى بالرافعة المالية. الرافعة المالية ديت بتدي اوبشن وتسهيل وهمي للمستخدم انه يراهن ويتداول بأضعاف فلوسه الحقيقية. يعني ايه؟ يعني لو الشخص مثلا معاه $100 بس في حسابه، المنصة بتديله 50 ضعف أو 125 ضعف المبلغ اللي معاه يراهن بيه على إن السهم هيطلع أو هينزل. فال$100 المتواضعة دي بتتحول لوهم بقيمة 5000 أو 12500 دولار في السوق. لو السهم أو العملة طلعت مجرد 2%، الشخص بيكسب مبالغ ضخمة وبيضاعف فلوسه في دقايق. طب المصيبة بقى اللي بتحصل إن السهم ده لو نزل 1% بس الاتجاه المعاكس للرهان اللي راهن عليه الشخص، المنصة بتعمل حاجة اسمها تصفية حساب فورية أو ليكويديشن، ورصيده بالكامل $100 أصله وفصله بيتبخر في ثانية واحدة ويبقى الحساب صفر. حتى أكتر رياضة شعبية وعاطفية في العالم كرة القدم اتسلمت هي كمان بالكامل لشركات المراهنات. زمان كانت الفيفا والاتحادات الرياضية بتحظر تماما أي تعامل أو رعاية مع الشركات دي لحماية نزاهة اللعبة، لكن لما اتحطت مليارات الدولارات على الترابيزة اتغيرت المبادئ. بطولات كأس العالم الأخيرة حجم المراهنات الإجمالي حول العالم عدى حاجز $100 مليار، يعني مبلغ يعدي اقتصادات دول بالكامل. وشركات زي 1xBet وغيرها بقوا بيوقعوا عقود رعاية بمليارات مع أكبر الأندية العالمية واللاعبين المفضلين للشباب. والأدهى من كل ده إن الاتحادات بقت تبيع حقوق البيانات الحية لشركات المراهنات قبل بث التلفزيون. يعني إيه؟ يعني قبل ما الصورة توصل لك مباشرة ب10 أو 15 ثانية وإنت قاعد متفائل بتتفرج على الماتش، التطبيق على موبايلك بيعرف إن في جول اتسجل أو كارت أحمر اترفع قبل ما الشاشة عندك تعرض اللقطة ب15 ثانية، ويعدل الاحتمالات والتوقعات ضدك فوراً
عشان يضمن إنك هتخسر في كل الأحوال. السهولة دي مع ضغط الأبليكيشنز والإشعارات المستمرة وراها قصص مأساوية حقيقية بتنتهي بنهايات حزينة جدا. على سبيل المثال في سنة 2020 شاب أمريكي اسمه أليكس كيرنز كان عنده 20 سنة بس، طالب جامعي طموح، وبدأ يتداول ويراهن في الأسهم والمستقبليات عن طريق تطبيق تداول الشهير روبن هود، وده حصل كله من خلال موبايله. في يوم فتح الابليكيشن بالليل لقى رصيد الحساب مكتوب فيه باللون الأحمر سالب 730 ألف دولار. شاب جاله رعب وهستيريا ما يتفصفوش، تخيل إن حياته وحياة أهله اتدمرت، وإنه لبس ديون مش هيقدر يدفعها طول عمره حتى لو اشتغل صبح وليل. ما استحملش الصدمة والضغط النفسي الرهيب، ساب ورقة صغيرة لأهله بيكتب فيها إزاي شاب عنده 20 سنة يتساب يوصل لرفعة مالية بالمنظر ده، وراح رمى نفسه قدام قطر سريع وانتهت حياته في لحظة. المأساة الحقيقية والبشعة اللي اكتشفتها العائلة بعد وفاته إن مبلغ 730 ألف دولار بالسالب ده كان مجرد قراءة مؤقتة غير مكتملة لصفقة خيارات معلقة هتتقفل الصبح، وده معناه إن كان لسه الديل ما تقفلش ولسه هو ما خسرش الفلوس دي، وكان رصيده الحقيقي في الحساب موجب ومش عليه أي ديون للشركة. بس تصميم الأبليكيشن والواجهة المرعبة وسهولة الوصول والضغط النفسي المتواصل بتسببه في إنهاء حياة شاب في مقتبل العمر قبل ما يلحق يعرف الحقيقة. في دولنا العربية قصص كلها مشابهة ومتكررة بشكل يومي لشخصيات من لحم ودم، شباب بعمر الظهور استلفوا من أصحابهم وباعوا دهب أمهاتهم أو صيغة زوجاتهم، أو أخدوا قروض بنكية بسعر فايدة عالي عشان يراهنوا الموبايل على ماتشات كورة في دوريات بعيدة، وهم فاكرين إن هم عارفين السكريبت. أول ما خسروا كل حاجة في لحظة غدر كروية انتهت حياتهم إما بالانتحار أو دخول السجن بسبب الديون والفضيحة وخسارة الأهل والصحاب. في النهاية الأرقام الصارمة وعلم الاحتمالات الرياضي بيأكدوا حقيقة واحدة ملهاش تاني: الترابيزة أو المنصة هي دايما اللي بتكسب على المدى الطويل. في مفهوم رياضي محكم متصمم عليه كل النظام اسمه أفضلية البيت، كل برنامج وكل لعبة وكل رهان متكود بشفرة معينة تضمن دايما إن المنصة هي اللي تخرج كسبانة في النهاية ومجموعة كل المستخدمين يخسر. الشركات دي ما بتصرفش مليارات الدولارات على الإعلانات والرعايات الجامدة إلا لأنها بتكسب أضعافها من ملايين البشر اللي بيخسروا فلوسهم وصحتهم النفسية بدوسة زرار. المعادلة الوحيدة المضمونة والحل الوحيد الحقيقي إن المكان الوحيد اللي المنصات والشركات دي بتخسر فيه فعليا هو اللحظة اللي الشخص بياخد فيها قرار واعي وإرادي إنه ما يدخلش اللعبة دي أصلا ويسحب نفسه منها تماما. أنت مش مغفل ولا شخص سيء، أنت بس محطوط قصاد سيستم مصروف عليه مليارات عشان يسرق نومك وتركيزك ويوهمك إن الرهان الجاي هو اللي هيعوض. الفلوس اللي راحت بتيجي غيرها والديون بتتسدد، بس صحتك ونومك وضحكتك وكرامتك وسط أهلك لو ضاعوا مش بيرجعوا. والمكسب الحقيقي والوحيد اللي هتعمله في اللعبة دي مش بدوسة زرار تكسب بيها، المكسب الحقيقي هو لما تمسح الابليكيشن وتخرج بره اللعبة دي خالص وتقول لنفسك لحد هنا وكفاية. بس كده، دي كانت قصة النهاردة، ولو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب في القناة، واشوفكم في القصة الجاية إن شاء الله. سلام.